ازيكم يا حبايبي؟ النهارده ان شاء الله هعمل الفطير بتاع الفطاطري الصغير ده الخفيف اللي بنجيبه، اللي عليه سكر بودرة وعليه جبنة قديمة واي حاجة انت عايزة تحطيها عليه بتحطيها. طريقته سهلة جدا ومكوناته مفيش مكونات اصلا، وانا عاملة الفطير المشلتت وهسيب لكم الطريقة بتاعته في صندوق الوصف. معايا كوبايتين من الدقيق، زي ما انت عايزة طبعا حطي كوبايتين من الدقيق، يعني عملوا لي 4 فطاير صغيرين، وعليهم رشة ملح ونص معلقة سكر، ومعايا كوباية مية دافية، دي هاخد منها بالتدريج طبعا. المهم ان العجينة بتكون معاك ما بتلزقش. هنزل بالمية بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده. سهل جدا، مقاديره بسيطة جدا، وهنعمله في 5 دقايق. طبعا حسب الدقيق ما هياخد معاكي المية يعني قد ايه. مقاديره بسيطة في البيت، يعني انت اعمليه في البيت بسيط نضيف. طبعا هما بيعملوه بالزيت خالص، احنا هنستخدم معلقتين زبدة في الوصفة كلها. حاجة جميلة وحاجة نظيفة. هعجنها كويس قوي. وبعد كده هقطعهم على 4 فطاير، يعني 4 كور زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبهم على جنب ربع ساعة. طبعا هم مفهومش خميرة ولا اي حاجة، بس احنا هنسيب كل ما العجين بيرتاح كل ما بديكي حاجة كويسة. هنكورهم زي ما انتوا شايفين كده وهسيبهم ربع ساعة. هرش تحتيهم دقيق وهدهن الوش بالزيت. حاجة سهلة والتشكيل سهل جدا. بعد ربع ساعة خلاص، ربع ساعة عدت. هشكل دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. هرش دقيق من تحت. السمك بتاعها يعني مش رفيع قوي قوي، عادي. بعد كده انا معايا معلقتين زبدة، معلقتين كبار في الوصفة كلها، وهدهن كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ التشكيل دلوقتي، سهل جدا. تطبقيها كده فوق بعض، وبعد كده كده سهلة قوي. وساوي كده وانت بتعملي. وبعد كده هبططها كده بسيط زي ما انتوا شايفين. بعد كده هحط برضو يعني
مسح الزبدة برضو بسيطة، وبعد كده هلمها. بعد ما كورتها كده تاني هسيبها ربع ساعة تاني ترتاح، وبعد كده هفرد الفرد الاخير هو ده. يعني هحط زيت من تحت وزيت من فوق وهفرد بيه كده زي ما انتوا شايفين. وعايزه تحطي على الوش يعني اي حاجه عايزه تحطيها حطيها. انا حاطه الزبده على الوش، مسح الزبده بسيطه كده، وهتدخليها على فرن سخن. وبالهنا والشفا. وانا عملتها دلوقتي بالسكر البودره، عايزه تحطي عليها لبن مع السكر البودره والزبيب. وعملت واحده بالجبنه القديمه، وعملت واحده فاضيه كده زي ما انتوا شايفين كده، خفيفه جدا. حاجه خفيفه وسريعه. بالهنا والشفا.